تعالى تعالى يا مجرم. الله اكبر. وحش. اثبت. الله اكبر. الله اكبر على المباشر وحلويات المباشر. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. وحش. بس السلام عليكم. معاكم اخوكم ايمن عرب، مكملين ان شاء الله في سلسله تعليم صيد الغله. ان شاء الله في فيديو النهارده هنتكلم عن الصيد في الميه الملبنه، والصيد اللطش برضه في الدور الغويط والميه الملبنه. حد من اخواتنا وحبايبنا كتب لنا في التعليقات ان انا عندي الميه ملبنه فمش شايف المرايه ومش شايف السمكه. وان شاء الله في اخر الفيديو هنصور لكم باذن الله، يعني ربنا يرزقنا ونصور لكم سمكتين وشويه حركات من الصيادين بيحبوها. وبرضه اي حد عنده مشكله في صيد الغله يكتب لنا في التعليقات، وان شاء الله هنرد عليه زي ما بنرد على اخونا وحبيبنا اللي بعت لنا في التعليق. ركز معايا يا اخويا حبيبي. عندك الميه ملبنه، الاول هتشتغل الشغل العادي زي ما قلت قبل كده في فيديو قبل كده. افضل ميه لصيد الغله الميه الملبنه يا جماعه، ان انت ترمي يا دوبك تشوف 30 سم من الميه، بعد كده ما تشوفش حاجه. دي افضل ميه لصيد الغله، دي افضل ميه لصيد الغله. فانت لو عندك الميه ملبنه دي ميزه. سيبك بقى من موضوع طريقه اللطش اللي انا بصطاد بيها دي. انت لو حضرت السمكه زي ما انا محضر السمكه عندي هنا في الدور، هتاخد احلى سمك بالريشه وتطعيم والغله الشغل العادي. لو الميه عندك ملبنه، انا بشتغل بالطريقه دي عشان معظم الوقت انا عندي الميه رايقه، فبتخلي السمكه تطلع تتخابس وتاخد بقى الغله اللي تسرق المرايه وما تاخدش الغله اللي في السلاح، والقصه الحزينه اللي الصيادين بيعانوا منها. فانا بشغل دماغي عليها وباخدها بطريقه اللطش اللي بوريها لكم. فانت عندك الميه ملبنه دي ميزه مش عيب. تمام. ميه ملبنه هنشتغلوا ازاي؟ بص يا اخويا حبيبي، الميه ملبنه ركز ان انت تحضر سمكتك على المرايه، على اقرب حته من البر، لان هي هتطلع تاخد الغله منين؟ من على المرايه. هات كده يا محمد المرايه. شايفين يا جماعه المرايه الغله فين؟ تمام اهو تحت المرايه دي على طول 50 سم، ده يبقى عيارك. هات كده يا محمد ارمي. ثواني، هات الميه. لا هات الميه. بص يا جماعه، طول ما انت قاعد ترمي الغله بتاعتك كده اهي فوق المرايه على طول. طول ما انت قاعد ايدك كده في الغله وترمي. تعالى كده يا محمد. تحضر السمكه فين؟ تحت المرايه على طول. تاخد السمكه على عيار قصير 50 60 سم. لو عندك الميه ملبنه ما تاخدهاش على عيار طويل. ميه ملبنه مش شايف السمكه هتطلع لك على اقرب حته من الجرف. بس انت شطارتك وفرسانه الصياد ان هو يحضر السمكه تحت رجله. لو مش محضر السمكه شكرا، مش هتعرف تاخد حاجه. فالصياد الشاطر اللي بيعرف يوقف السمكه تحت منه. هتوقفها ازاي؟ بمرايتك على طول. طول ما انت قاعد ايدك في الغله بتاخد سمك، ما بتاخدش سمك ايدك كده في الغله طول ما انت قاعد، وارمي. تلاقي السمك هو طول النهار طول ما انت قاعد هتلاقي السمك حاضر تحت رجلك، لان هي السمكه ليها الغله. وتشتغل على عيار قصير. اللي هيمسكك سمك بكميات كويسه واحجام كويسه المرايه اللي من على الجرف. السمك الكبير بيبقى هدفه يطلع ياخد كميه الغله الكبيره، يطلع يسف المرايه دي. فانت ركز ان انت تاخد السمكه من على المرايه على عيار قصير، ده في حاله ان الميه ملبنه. طيب نيجي لاخونا وحبيبنا اللي عايز يصطاد بطريقتنا لطش ومش شايف المرايه. لا، هنا اقول له ما تصطادش لطش. ولو قلت لك اصطاد لطش هو بيقول لي ارمي واعد كام بعد كده الطش وانا مش شايف. لا يا جماعه، لو انا قلت لك اشتغل كده لطش يبقى انا بغشك، وصيد مش هتستمتع بيه. متعه الصيد في اللطش الطريقه اللي احنا بنشتغلوا بيها ان انت تكون شايف السمكه تحت. يعني انت لو تابعت معايا الفيديو اللي فات هتلاقيني بقول للسمكه شايفك يا حرامي. انا بضرب على السمكه وانا شايفها، وقاعد طول ما انا قاعد مراقب السمكه، شايف السمكه اللي داخله والسمك اللي واقف، مراقب السمكه. لو انت عندك دور غويط مش شايف السمكه على المرايه كويس، ما تصطادش لطش وما تصطادش بالطريقه اللي انا هوريها لك دلوقتي. لو قلت لك حاجه غير كده يبقى انا بغشك ومش هتستمتع. ليه؟ انت قاعد هتقعد بقى انت مثلا تقعد لك 5 دقايق وبعد كده تروح جاي خابط بالبركه. مفيش متعه. ده صيد اللطش اللي الناس بتقول عليه صيد وحش. هو ده الصيد الوحش، ان انت بتضرب على حاجه مش شايفها. لكن انا الصيد اللي بصطاده على المرايه لا، انا ببقى شايف السمكه ومراقبها ومركز. صيد ممتع جدا 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 لو انت شايف سمكه واقفه على المرايه. واخواتنا وحبايبنا اللي عندهم المرايه رايقه شويه وشايفين السمك وشايفين الدنيا دايره ازاي تحت، ده كنز. والله العظيم كنز. لو عايز تبيع سمك هتبيع. يعني انا بفضل الله لو هطلع كل يوم اصطاد بفضل الله كل يوم هاخد سمك. ليه؟ صيد بيمسكك سمك، وسمك كله احجام كبيره، لان انت بتخبط الذكر الكبير. ما فيش بقى شر والكلام ده كله، لا، بتخبط السمكه سمكه وبتاخد كميات كويسه. فانت عندك السمكه شايفها بتطلع على المرايه، دي ميزه. شطارتك فين؟ ان انت تحضر السمكه تحت رجلك. طول ما انت قاعد شغال بالغله عليها هتلاقيها حاضره تحت رجلك. وبرده كلام لاخواتنا وحبايبنا اللي بيقول لك دور الغله اللطش بيبوظه. لا حبيبي، اسمع بقى من اخوك تجربه سنين. اللطش ما بيبوظش دور الغله.
ليه؟ انا قلت لك قبل كده السمك ده مش هم سمكتين واقفين ساكنين عاملين ايجار قديم مفيش غيرهم، لا ده كل يوم سمك بيخش جديد يا جماعه. ما هو انا لو انا مثلا بصطاد بطلع يوم ويوم، ممكن انا مثلا ما جيتش النهارده، محمد جه امبارح، ربنا كرم وخد صيده كويسه وانا خدت، لو بصيت للسمك اللي احنا بناخدوه لو هم شويه اللي انت شايفهم قدام عينك يبقى خلاص مش هتلاقي سمك. فانت كل يوم بيخش عليك سمكه جديده. صيد اللطش ما بيبقى وسط الدور، طول ما انت مجمع السمكتين تحت رجلك في الدور وعالي في الدور باستمرار هتلاقي كميه السمك دي بتزيد ما بتقلش. والكلام ده يعني مثلا ارجع ورا كده اخواتنا اللي متابعيني من شهر 5 انا ما صورتلكش سمك بالطريقه دي. ليه؟ كنت عمال اقول لكم استنوا شهر 6 يجي السمكه هتطلع على المرايه. فانا كل ما الوقت الموسم شغال السمك ده بيزيد عندي ما بيقلش. السمك ده بيزيد ما بيقلش. فاللطش ما بيأثرش على الدور في حاجه ولا السمك في حاجه. والدليل على كده ان كميه السمك بتزيد. وبفضل الله كل ما بطلع انا واخويا محمد بنطلع بناخدوا سمك احنا الاثنين. وافضل دور على الميه. يعني معلش احنا الطلعه اللي فاتت طلعنا ربنا كرمنا انا بالفيديو اللي فات ومصور شويه سمك كويسين. محمد قاعد قصاد مني ما خدش حاجه. ومحدش بيلطش عليه. حصل ولا ما حصلش؟ حصل. لو انا اللطش بيأثر على الدور المفروض انا اللي باخدش سمك. صح. وواخد تأكيد. يعني محمد جه مثلا امبارح اخد سمك بالغله مأكل. بالصناره مطعم غله واخد بالغله وواخد بالريمه واخد بالخضره. فاللطش يا جماعه والله ما بيأثرش في حاجه في الدور. لو انت عارف دورك صح ومحضر السمكتين صح لا اسمع بقى خدها من اخوك كلمه ما بيأثرش عليه في حاجه. لو انت مظفر دورك كويس طول ما انت قاعد غله وانت ماشي معاك شويه غله بص الجردل قد ايه برميهم ما برجعش بيهم. السمكه حاضره. اول ما احنا جينا محمد مفيش غله ولا حاجه لقيت ايه واقف على الدور. السمك واقف على المرايه. السمك واقف مستني الاكل. مفيش غله. والله اول ما نزلنا محمد قال لي بص السمك واقف مستني على المرايه. وعملنا المرايه والسمكه تحت ايه. بس احنا عشان واقفين مخيلينها واقفه في الغرق تحت جوه ماسكه جوه. هنخلص الفيديو واقعد هتبدا تطلع تاني وهدور لكم في يوم الضرب المجرمين. اقبض على العصابه يا كينج. ان شاء الله انا اصور لكم سمكتين حلوين. فاسمع من اخوك الطريقه اللي احنا شغالين بيها دي هتمسكك سمك وان شاء الله تدعي لنا بظهر الغيب لان هي فعاله. معلش انت عايز تروح معاك سمكتين، معلش انت رايح جايب 2 كيلو غله 30 جنيه، صارف مواصلات قد ايه، صارف اكل قد ايه، ولو بتشرب سجاير من اخواتنا ربنا يتوب عليهم اللي بيشربوا سجاير فانت بتصرف. معلش ترجع معكش سمك ما جبتش مصاريفك حتى. فلا نصيحه من اخوك جرب وهتدعي لنا هتتمتع لانه صيد ممتع وهتروح بسمك بفضل الله. كل ما هتطلع لو المرايه رايقه زي ما قدام مني كده ان شاء الله هتاخد سمك. هتاخد بعد اذن ربنا. ليه؟ لانك واخد بالاسباب صح. عشان ما نطولش عليكم في الفيديو برضه هنشرح لاخواتنا اللي اول مره يتفرجوا علينا طريقه الصيد. بصوا يا جماعه هات كده محمد البتاع ادي المدور اهو وبتحط على الخيط رصاص شريط 3 4 رصاصات شريط ينيموا الخيط. ايه لازم الخيط يكون نايم على الارض تمام. وهتيجي على آلة القتل بتاعتنا عنكب باشا بسم الله اهو. تجيب اخونا عنكب وتربطه. واضح يا محمد؟ تمام. بص اخويا حبيبي ركز معايا بالمره برضه. دي طريقه ربط المدور او اي حاجه بحلقه. طريقه سهله جدا وما شاء الله جامده. واضح؟ تمام. بص يا حبيبي اهي شايف الفتله كده تروح عامل دايره صغيره بنفس المنظر كده اهو عملت معاك حلقه. اهي حلوه كده اهي. واضح يا محمد؟ اهو هتجيب الطرف الصغير ده وتعديه من تحت الاثنين 3 4 مرات. مدور اي حاجه بحلقه اربطها بنفس الطريقه كده سريعه وما شاء الله جامده جدا. تربط وتروح جاي راجع بيها لورا بنفس المنظر كده وتشيل الزياده بتاعتك اهو. تيجي على المدور بتاعك تربط كل واحد لوحده عشان لو وقعت تحت عشان لو واحد بس اللي يقطع. تمام. هتيجي تعمله كده مثلا العيار ده كام؟ تعمله 10 سم ما تطولوش و15 سم نفس القصه برضه. القطر معدي يا محمد؟ لا الجرار تمام اهو نفس الطريقه. في كلمه اهو ادي واحد هتيجي على ايه آلة القتل الثانيه وتروح جاي رابطها. انا برضو بربطهم الاثنين عشان برضو اخواتنا المبتدئين. انا اهم حاجه عندي المبتدئ مش عايزه يعاني ويشوف البؤس اللي انا شفته زمان. والله العظيم ده هدفي من القناه. اخواتنا وحبايبنا اللي بيروحوا يشتروا دود ويلفوا في الشمس والجو البائس الحزين ده اللي تقعد تصطاد في شر، ده هدفي من القناه ان محدش يعاني المعاناه اللي انا عانيتها. محدش يصطاد بدود ارض يا جماعه بالنهار ولا عجين ولا دوس سبله ولا الكلام الفاضي ده. اصطاد صيد يمسكك سمك انتاج. عايز تصطاد يا تصطاد بغله يا تصطاد بريمه. ايوه فرق المسافه بين ده وده قد ايه؟ اهو تمام نفس المنظر كده. الله ينور. ماشي 7 8 سم او 10 سم و15 سم تمام. دايره ونفس الطريقه اهي. عنكب آلة القتل. عنكب ده حبيبي ده ربنا ما يحرمني منه. آلة القتل اللي بتدعي على عصابه المجرمين.
والله ان شاء الله همسك لك عصابه دلوقتي. العصابه دي مش عايزه تخلص اخويا ايمن. اهو يا جماعه بصوا بنفس المنظر اهو. الله ينور. ده اللي انت بتشوفه في الفيديو، آلة القتل بتاعتنا. نوريك برضه طريقه الرمي عشان اخونا محمد عايز يعرف فين مكان العب. قول لي قول يا محمد. قول لي ايه ابعت. ثواني محمد برضه المعلومه برضه. بصوا يا جماعه هات محمد كده على الدور. ماشي ابعت. بصوا يا جماعه بسم الله. ده الحواش تمام. يمين وشمال. السمكه بتيجي منين؟ بتيجي واخده الامان من جنب الحواش، هتلاقيها داخله من جنب الحجاره من هنا وجنب الحجاره من هنا، عماله تسرق وبتتلاقي داخله بخبز. فهتجي لك منين؟ من جنب الحواش يمين او شمال، بس طبعا الاصل ان هي هتجي لك من يمين عكس اتجاه الميه. سمكه الغله بتخش عكس اتجاه الميه، دي داخله سمكه الغله. فانت هتيجي جنب الحواش بنفس المنظر كده اهو، وجاي رامي جوه مريح شلتك وجايبه جنب الحواش ومرقد وراكن بوستك. تعالى كده يا محمد، وراكن آلة القتل بتاعتك وايه وقاعد باشا، اعمل لك شويه شاي تاكل لقمه ومراقب ايه؟ مراقب العصابه تحت. تشوف مجرم عليه العين او كم مجرم داخلين تقبض عليه. ابعت لهم عم عنكب حبيبي. دور آلة القتل وموت المجرمين دول ضرب، هتاخد احلى سمك وهتتمتع احلى متعه. ان شاء الله تكون المعلومه وصلت، وباذن الله نكمل في اخر الفيديو ننزل لكم شويه حركات كده من اللي بتحبوها. وبرضه اي حد عنده مشكله في صوت الغله يكتب لنا في التعليقات وان شاء الله نردوا عليه. وما تنسوناش من الدعاء بظهر الغيب. جزاكم الله خير. تعالى يا مجرم، بسم الله الله اكبر. اوعى اللايف، شايف العركه؟ اوعى شايف؟ بسم الله ما شاء الله. هو متعب. بسم الله ما شاء الله. تعالى يا مجرم، لايف وجمال اللايف. تشكيل عصابه ترحمهمش. لا لسه خير ما جاش يا متعب. خير تحت ان شاء الله، نجيبه خيري ونروح. بسم الله ما شاء الله. تعالى يا مجرم، تعالى يا عتيد الاجرام. صغير على اللي بتعمله ده الصايع. تعالى. بسم الله ما شاء الله. سامحوني بقى ما صورتش المجرم ده في الميه عشان التليفون البطاريه هتفصل شحن. بسم الله ما شاء الله. بس يا ولد عمال يلف ازاي المجرم. بسم الله ما شاء الله. تعالى يا مجرم، بسم الله الله اكبر. بسم الله الله اكبر. ده بدوي ولا خيري ده؟ لا ده خيري. بسم الله ما شاء الله. مباشر وجمال المباشر. العب يا صايع العب. بسم الله الله اكبر. اثبت يا. بسم الله مكج الصايع. بسم الله الله اكبر. بسم الله الله اكبر. تعالى يا مجرم. بسم الله الله اكبر. وحش. بسم الله تبارك الرحمن. بسم الله ما شاء الله. يا ترى ده بدوي ولا خيري ولا رشاد؟ انا بقول ده بدوي عشان خيري ورشاد كانوا مجرمين تقال، فانا جبت بدوي وان شاء الله اجيب خيري ورشاد اللي تحت دول قبل ما التليفون يفصل شحن. بسم الله ما شاء الله. اللص ده كنتش حطيت التليفون وانا بصور. ما شاء الله. جاي بعد بدوي على طول. ما شاء الله. تعالى يا حرامي، تعالى. بسم الله الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. عركه. بسم الله ما شاء الله. عركه. بسم الله. بسم الله. ده مين ده؟ ده رشاد. ده رشاد رسمي. بسم الله الله اكبر. عركه. بسم الله ما شاء الله. اثبت يا رشاد، ما الخير هيعمل فينا ايه؟ بسم الله الله اكبر. تعالى يا مجرم، تعالى يا مجرم. بسم الله تبارك الرحمن. ده رشاد. فاضل مين بقى؟ رئيس العصابة خيري. خيري ده مش عارف بقى يبقى شكله ايه. بسم الله ما شاء الله. وحش يا مكرش يا مجرم. كده قبضنا على مين؟ اسمه ايه الاولاني؟ بدوي، وادي رشاد، فاضل خيري، وبعد كده ايه خلاص بقى بارك الله فيما رزق ونروح. بسم الله ما شاء الله. تعالى يا مجرم. الله اكبر. وحش. اثبت. الله اكبر. الله اكبر على المباشر وحلويات المباشر. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. وحش. بس تعالى يا صايع.
بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. بسم الله ما شاء الله. كلب من ضمن الكلاب الضالة، جاري القبض على باقي العصابة. في شوية مجرمين تحت إن شاء الله النهاردة يمتعونا ما شاء الله. تعالى يا حرامي، تعالى يا حرامي، تعالى يا صايع، تعالى يا صايع، تعالى يا حرامي. بسم الله الله أكبر. بسم الله ما شاء الله تبارك الرحمن. عركة. بسم الله تبارك الرحمن. بسم الله. مباشر وجمال المباشر. بسم الله الله أكبر. تعالى يا صايع. بسم الله تبارك الرحمن. بسم الله تبارك الرحمن. بص بقى الزعل. أيوه اطلع. بسم الله تبارك الرحمن. بسم الله ما شاء الله. شايفين يا جماعة؟ كنت قاطع لسه العدة، سبحان الله جبته وجبت العدة اللي اتقطعت تحت. بص المنظر، بس ما شاء الله. بص جايبه بايه؟ بالشليت الفرداني اللي انا رابطه العادي ما شاء الله. يعني جيت 2 في 1، جبت العدة للشلتين اللي اتقطعوا وجه الصايع ده معايا. بسم الله ما شاء الله. شايفك يا مجرم. تعالى يا صايع. يا صايع عايزين تشتغلوني تاخدوا مني المراية. تعالى يا صايع. ده انا هموتكوا ضرب يا كلاب. صيع. شايفك يا بغل. تعالى تعالى يا بغل شايفك. بسم الله ما شاء الله. يا ابن الجزمة. عشان انا اقول لكم عنكب ده آلة قتل صدقوني. كركور. مش عادي ما شاء الله. اللي رزق في حاجة مدورش. ربنا ما يحرمني منك يا عنكب ما شاء الله. تعالى يا حرامي تعالى. بسم الله ما شاء الله. يا بركة بسم الله. بسم الله ما شاء الله. حرام والله يا عالزعل حرامي. بسم الله الله أكبر. سلام على المباشر وجمال المباشر. والله يا رجالة بقيت أحب المباشر أكتر منكم. ممتع بصراحة. كلب من ضمن الكلاب الضالة ترحمهمش. تحت بقى ان شاء الله يعني الكام سمكة الجايين دول. عارفين خيري ورشاد وبدوي اشهر 3 مجرمين في السينما المصرية؟ شايفهم تحت ان شاء الله. هجيبهم واحد ورا واحد دلوقتي ان شاء الله. فك يا كلب. بسم الله ما شاء الله. سلام على المباشر وجمال المباشر. الله الله يا صايع. تعمل ايه يا مجرم؟ تعالى. بسم الله الله اكبر. اثبت اثبت يخرب بيتك وبيت اللي رباك. تعالى يا صايع. بسم الله ما شاء الله. لسه من ضمن اللصوص. بسم الله ما شاء الله. تشكيل تشكيل. طلع تسرق الغلة يا كلب. بسم الله. تعالى يا صايع. فلت برضه. الله المستعان. الصايع. بسم الله ما شاء الله. تعالى يا مجرم. بس تعالى الصايع رايح فين؟ بسم الله الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. تعالى الصايع. بسم الله الله اكبر. بسم الله ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. لسه مستني خيري ورشاد وبدوي، بس للاسف تليفون البطارية شكلها هتعملها مش هتكمل معايا. المجرمين دول بقية العصابة صورهم، بس ان شاء الله هتكمل بإذن الله.